طارق بوستر يمسكها ويمسك حظوظ فريقه في التأهل إلى دور النصف النهائي. بوستر وبن شعا يضيع فرصة المرور إلى النصف النهائي. متواصل السسبانس، متواصل الترقب مشاهدينا الكرام في هذه الركلات. سسبانس في كل شيء سيف الدين. نعم، وهنا أمين ركلة أخيرة لبوتيش، هو ملزم بتسجيلها للتعديل لإعادة التكافؤ والتعادل، أليس كذلك أمين؟ نعم، هو مجبر وملزم على التسجيل سيف الدين. أو دخلنا السلسلة الثانية، ما عادش نحسب يا أمين. بوتيش يسجلها، ينجح بوتيش يسجلها، يتمكن من تعديل. الآن نمر إلى السلسلة الثانية من ركلات الترجيح مشاهدينا الكرام. التكافؤ، التعادل في كل شيء. بوتيش بيمناه حطها في شباك زكريا بوحلفان. شوف هنا فرحة أنصار نجم بن عكنون، هؤلاء هم أوفياء الإطوال الحاضرون اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران. طمين في أول ركلة في سلسلة الركلات الثانية بهدوء، بروعة، بذكاء وبروعة، حطها في شباك الحارسي طارق بوستر اليوم يعني يمكن القول كان من أحسن عناصر نجم بن عكنون، هو اللي خلى الحظوظ والأمال قائمة. وهنا طمين منذر، واحد من اللاعبين الشباب المتميزين في النادي الرياضي القسنطيني، تمكن من تسجيل الركلة. ديري بلال هنا يريد النصف النهائي بكل الطرق بكل الأشكال. 6 ركلات لكل فريق سيف الدين، 4 سجلت و2 ضيعت. آية مولود في ركلة ثانية، آية مولود في مواجهة بوحلفاية. آية مولود، بوحلفاية التفوق، بوحلفاية يتفوق على آية مولود، بوحلفاية يتفوق على آية مولود ويطالب بالهدوء. التأهل لم يحسم بعد كما فعلها بوستر في المرة الأولى، بإمكانه فعلها الآن. يضيع آية مولود بروعة، تصدى لها بوحلفاية زكريا. من ستكون على عاتقه مسؤولية الركلة هذه؟ مداحي سيف الدين، مداحي أسامة هو من يحمل راية تسديد هذه الركلة. هل يتمكن من التسجيل؟ هل يتمكن من تأهيل السياسي؟ أسامة مداحي فعلا في التنفيذ، في التجسيد، في التسديد والتجسيد، وفي تأهيل النادي الرياضي القسنطيني. النادي الرياضي القسنطيني يعبر الإطوال، يمر إلى الدومي فينال، وفرحة كبيرة للنادي الرياضي القسنطيني بملعب ميلود هدفي بوهران. هذه هي مشاهدينا الكرام فرحة الكاس، هذه فرحة الكاس.